السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. عملنا مع بعض انواع ايس كريم كتير، اخرهم كان ايس كريم الاناناس. النهارده بقى اعمل معاكم ايس كريم المانجا وايس كريم الشوكولاتة. معانا مانجا متفرزة زي ما احنا شايفين كده ومتقطعة، حطيتها في محضرة الطعام او الخلاط او الكبة زي ما يكون متوفر عندك، وحطيت عليها كوباية من الكريم شانتيه ومية قليلة جدا، وبدأت ان انا افرم. ممكن تسكريها بعسل او سكر المتوفر عندك، وبعدين بدأت ان انا اضربها كده ضرب كويس جدا بحيث ان هي تديني قوام كريمي ويبقى قوام الايس كريم وفيها مطة كده تحفة. خلصت بقى كده ونعمتها كويس وتأكدت ان هي اتفرمت كويس جدا زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى ان انا افضيها في حاجة، في بولة او حاجة ان هي تتحط في الفريزر تتجمد معايا اقل حاجة 4 5 ساعات على حسب تجميد الفريزر. شايفينها بقى نازلة قوامها كريمي وعامل ازاي. طيب هنعمل بقى مع بعض دلوقتي كمان ايس كريم الشوكولاتة. معايا كريم شانتيه ومية ضربتهم كويس جدا مع بعض، طبعا مية متلجة، وضفت عليهم بودرة ايس كريم الشوكولاتة. دي ممكن تجيبيها من العطارة او تجيبيها اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، عبوات الايس كريم الجاهزة زي ما احنا شايفين كده. وممكن كمان ان احنا نحط بدل الايس كريم ده، ممكن ان احنا نضيف سكر ونضيف كاكاو برضو هيدينا نفس النتيجة. القوام بتاعها زي ما احنا شايفين ناعم وكريمي جدا. كده خلصت بقى الكميات بتاعتي كده، وهحطها في الفريزر تتفرز معانا، وبعدين هنغرفها زي ما احنا شايفين بقى بكل سهولة. هتبقى قوامها تحفة يا جماعة، وطبيعية بقى، ايس كريم طبيعي زي ما احنا شايفين بنغرفها. قوامها كريمي جدا وطعمها بجد حلو جدا، ومانجا طبيعية طعمها تحفة في الحر ده، حاجة لا تقاوم بصراحة. كده بقى معانا نوعين، ايس كريم شوكولاتة وايس كريم مانجا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم فيديو جاي على خير من اكلة ماما. سلام.